نشرة رابعة من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم ونبدأها بالعناوين. البرلمان العربي يؤكد ضرورة العمل المشترك لتوحيد المواقف تجاه قضايا المنطقة والسيادة الرقمية العربية كركيزة للأمن القومي العربي. المنتخب الوطني يتأهل للدور 32 في مونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد ماحي أن المرحلة الراهنة بما تشهده من تحديات تفرض على البرلمانات العربية مسؤولية تاريخية لصون الأمن القومي العربي وبناء سيادة رقمية عربية باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي في العصر الحديث. وجاء ذلك في كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، حيث أعلن يماحي تبني المؤتمر لقرار يؤكد وحدة الموقف العربي البرلماني في مواجهة مخططات لتصفية القضية الفلسطينية، وآخر يجدد الرفض العربي للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وسوريا والتدخلات الإسرائيلية في الصومال. يعتمد مؤتمرنا اليوم قرارين برلمانيين عربيين، أولهما يكرس الموقف البرلماني العربي الموحد في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وثانيهما يؤكد الرفض العربي للاعتداءات المتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال في الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية، وكذلك تدخلاته السافرة في جمهورية الصومال الفيدرالية، تأكيدا لرفضنا القاطع لأي اعتداءات أو انتهاكات تمس أمن وسيادة الدول العربية أو وحدة وسلامة أراضيها. وفي كلمته أمام المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، أكد المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أن بناء سيادة رقمية عربية أصبح استحقاقا استراتيجيا تفرضه التحولات الدولية المتسارعة، داعيا إلى صياغة تشريع عربي ملزم يعزز حماية البيانات والأمن السيبراني ويؤسس لبنية تحتية رقمية عربية متكاملة. إن مصر أدركت أهمية هذا التحول، فوضعت سريعا استراتيجية متكاملة لبناء مجتمع رقمي حديث يرتكز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية لمواطنيها، بل وتوطين التكنولوجيا الحديثة. فأطلقت الدولة المصرية استراتيجية مصر الرقمية بهدف تقديم الخدمات الحكومية بصورة رقمية متكاملة تيسر حصول المواطنين عليها بكفاءة وشفافية. كما دشرت مصر مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بالعاصمة الجديدة في إطار تعزيز السيادة الرقمية. لمزيد من المتابعة انضم إلينا هاتفيا دكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور محمد، بعد التحية، كيف يمكن للبرلمانات العربية أن تسهم في دعم المواقف الرسمية للدول العربية في ظل التحديات الإقليمية المتصاعدة، وأيضا كيف يمكن أن تحشد البرلمانات العربية ضد هذه التدخلات السافرة في الإقليم؟ طبعا بعد التحية لحضرتك ومشاهدينا الكرام، من الممكن أن يحدث ذلك من خلال عدة مؤشرات أو عدة اعتبارات. الاعتبار الأول هو أهمية البرلمانات باعتبارها أحد السلطات الأساسية في كل دولة من دولنا العربية، هو يمثل السلطة التشريعية وبالتالي له سلطة كبيرة جدا سواء في مجال الرقابة أو مجال التشريع. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بالعمل البرلماني الموحد من خلال اتحاد طبعا البرلمان العربي الذي من الممكن أن يكون صوت مؤثر للغاية فيما يرتبط أولا
بتكوين قرار عربي موحد تجاه ما يحدث، سواء من خلال دعم الجهود العربية تجاه القضية الفلسطينية على سبيل المثال، تجاه أيضا وحدة الدول العربية، تجاه رفض أي اعتداءات سافرة على أي دولة من دولنا العربية أو تدخلات خارجية. هذا جانب. الاعتبار الثالث ما يتعلق بإمكانية أيضا أن يخاطب البرلمان العربي أو اتحاد البرلمان العربي البرلمانات الأخرى، سواء البرلمان الأوروبي، سواء البرلمان الأمريكي ممثل في الكونجرس بشقيه، سواء أيضا في البرلمان البريطاني ممثل في الشقين. أعتقد كل هذه الأمور من الممكن أن تجسد بلورة رؤية عربية شاملة تجاه ما يحدث، اتجاه أيضا تكوين صف عربي موحد اتجاه القضايا المختلفة، اتجاه أيضا التعاطي مع الأزمات حتى خارج النطاق الإقليمي، منها ما يرتبط على سبيل المثال بالأزمة الإيرانية الأمريكية وكيفية أيضا الحفاظ على الأمن القومي العربي في ظل تداعياتها، منها ما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا تكوين رؤية عربية اتجاه حل هذه القضية بصورة سلمية. إذن البرلمان العربي من الممكن أن يكون عامل مؤثر في الكثير من القضايا، سواء منها كما أشرنا ما يرتبط بالبعد العربي، البعد العمل العربي المشترك، ومنها ما يتعلق أيضا بالعمل العربي على المستوى الإقليمي والدولي. صناعة موقف موحد وفعال لحماية السيادة العربية يتطلب توحيد الصف والصفوف العربية، الرفض العربي للاعتداءات الإسرائيلية على الدول العربية، إلى خطوات عملية على أرض الواقع. من وجهة نظر حضرتك كيف يمكن حشد تضامن دولي عربي وأيضا المساعدة على فرض عقوبات رادعة ضد التصريحات الإسرائيلية؟ طبعا من الممكن أن يمثل هذا من خلال أيضا عدة خطوات. الخطوة الأولى هي مسألة مخاطبة البرلمان العربي للبرلمانات الأخرى، سواء البرلمان الأوروبي الموحد، سواء أيضا البرلمانات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول أيضا ذات الشأن العالمي. من الممكن أن يجسد رؤية عربية موحدة، بمعنى أن هذا البرلمان العربي يتحدث بصوت عربي واحد، يرفض الاعتداءات الإسرائيلية، يرفض أيضا كل ما تقوم به إسرائيل من اعتداء سواء في قطاع غزة، سواء في الجنوب اللبناني، سواء في الأراضي السورية، وبالتالي يمثل هذا صوت عربي يصدر للعالم. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بإمكانية البعد المؤسساتي أن يمثل البرلمان العربي خطوة في سبيل أيضا بلورة هذه الرؤية تجاه الأمم المتحدة على سبيل المثال، تجاه محكمة العدل الدولية، تجاه الجمعية العامة، بمعنى أنه بعد مؤسساتي ما بين المؤسسة البرلمان العربي والمؤسسات الأخرى. إذا من الممكن أن يتم هذا كما أشرنا من خلال بعد برلماني بحت، سواء البرلمان العربي أو البرلمانات الأخرى، أو البعد البرلماني الممثل في الجانب المؤسساتي مع المؤسسات الدولية وأيضا المعنية بالقضية العربية، أو حتى حل القضايا بصورة سلمية. كيف يمكن أن يكون للدور والأدوات الدبلوماسية المتاحة دور مهم في التصدي إلى مخططات يعني الجانب الإسرائيلي ضد القضية الفلسطينية؟ يعني من الممكن أن يتم تصعيد الاعتداءات الإسرائيلية من خلال أيضا طرح البرلمان العربي لهذه الرؤى، من خلال أيضا رفضه سواء فيما يتعلق بالبعد المؤسساتي، جمعية العمل الأمم المتحدة، كذلك أيضا اتحاد البرلمان العالمي. يعني كل هذه الأمور من الممكن أن تمثل أبعاد خاصة بالبرلمان العربي. كذلك أيضا على المستوى الرئاسي، بمعنى أن رئيس البرلمان العربي من الممكن أن يتحدث مع رؤساء البرلمانات الأخرى، من الممكن أن يتحدث أيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك الحال مع رؤساء بعض الدول ذات الشأن، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو دول الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا. وبالتالي من الممكن أن يعرض هذه القضية، من الممكن أيضا أن يعلن رفض الدول العربية كل هذه الممارسات الإسرائيلية، وبالتالي يصدر صورة للعالم بأن البرلمان العربي باعتباره أحد السلطات داخل الدول العربية هو يرفض كل هذه الممارسات الإسرائيلية تجاه ما يحدث، سواء كما أشرت في القضية الفلسطينية أو حتى في الجنوب اللبناني والدولة السورية. أشار المؤتمر إلى مفهوم السيادة الرقمية العربية. ماذا يعني هذا المفهوم ولماذا أصبح جزءا من الأمن القومي العربي؟ وكيف يمكن أن يحقق البرلمان العربي تكامل برلماني وتشريع موحد تجاه التحديات اللي بتواجه الفضاء، عصر الفضاء وأيضا عصر الذكاء الاصطناعي؟ بالطبع مسألة رقمنة العمل العربي المشترك هو شيء أهم جدا، خاصة كما أشرت حضرتك في ظل التحول الرقمي، وأيضا في ظل المجتمعات الافتراضية وسيادة الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، وكلها أمور تفرض علينا كمجتمعات عربية وكذلك كمؤسسات عربية أن نتفاعل. وطبعا هذا التفاعل يتم من خلال عدة أبعاد. يمكن مسألة أيضا الاجتماعات العربية التي تتم عبر منصة زوم أو المنصات الرقمية، هذا جانب. الجانب الآخر أيضا الحرب السيبرانية أو حروب
الجيل الخامس، والتي فرضت أن يكون هناك تعاطي مع تحولات التكنولوجيا الحديثة، منها ما يرتبط بتأثير التكنولوجيا في المواطن العربي، أيضا التأثير الخاص أيضا بتصدير رؤى وشائعات إلكترونية على سبيل المثال، تصدير أيضا بعض الأفكار وما إلى ذلك. وبالتالي يتطلب هذا أن يكون هناك دور فاعل للبرلمان العربي من خلال السيادة الرقمية العربية، من خلال أيضا تكوين رؤية رقمية عربية تجاه ما يحدث. من الممكن أن يتم تدشين منظمات رقمية أيضا عربية تتبع للبرلمان العربي، وتكون أيضا قادرة على رسم رؤى عربية من خلال مخاطبتها سواء للمواطن داخل عالمنا العربي أو في العالم الخارجي بعدة لغات وليس بلغة واحدة. دكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. بحث وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اللبناني دكتور نواف سلام مستجدات الأوضاع في لبنان والاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين لبنان وإسرائيل أمس الجمعة برعاية أمريكية. كما رحب وزير الخارجية بالاتفاق ومؤكدا أنه يمثل بداية مهمة، مشددا على ضرورة الانسحاب التدريجي لإسرائيل بما يتيح انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. كما جدد عبد العاطي دعم مصر الكامل للحكومة اللبنانية وسياستها الرامية إلى بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها. كما أكد وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي أهمية مواصلة المباحثات الأمريكية الإيرانية بجدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، حيث أكد عبد العاطي أهمية إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية لجميع الأطراف بما يراعي مصالح دول المنطقة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، استعرض وزير الخارجية التطورات المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران. أكد وزير الخارجية أهمية البناء على هذا المسار بما يحد من التوترات ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، ومؤكدا على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي. وأكد الوزيران ضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية والالتزام بقواعد القانون الدولي. كما شدد وزير الخارجية دكتور بدر عبد العاطي ونظيره البحريني دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على أهمية ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية. وأكد الوزيران خلال اتصال هاتفي أهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي بما يحقق المصالح المشتركة، مجددين التأكيد على أن أمن الخليج يعد جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وخلال اتصال هاتفي مع النظير العماني بدر عبد بن حمد البوسعيدي، استعرض وزير الخارجية تطورات المباحثات الأمريكية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية. كما أكد عبد العاطي أهمية البناء على المسار التفاوضي، كما شدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعيقها والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة. وتوافق الوزيرين على ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. أدانت مصر الاعتداءات التي استهدفت مملكة البحرين باستخدام مسيرات إيرانية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة. وفي بيان لوزارة الخارجية شددت مصر على ضرورة الامتناع عن أي أعمال تؤجج التوترات أو تقويض مساعي تعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وأضافت أن الاعتداءات الإيرانية تعد تصعيدا مرفوضا يقوض جهود خفض التوتر بالمنطقة. كما جددت مصر تضامنها مع البحرين والدول الخليجية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها. حذر مستشار المرشد الأعلى لإيران علي أكبر من أن الرد على أي انتهاك لمذكرة التفاهم سيكون سريعا وحازما وفق تعبيره. وقال ولايتي إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهت مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب بين الجانبين بالتسبب
في حدوث توتر في مضيق هرمز وفقا لقوله. قالت إيران إن الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أراضيها تعد انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وأكدت الخارجية الإيرانية إدانة طهران للغارات الجوية الأمريكية على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران. وأضافت أن طهران قصفت أهدافا مرتبطة بالقوات الأمريكية ردا على هذه الغارات. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأمريكية الأخيرة استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع رادار ساحلية. وأضافت سنتكوم أن الغارات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي وقع أمس واستهدف سفينة تجارية كانت تعبر مضيق هرمز. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ندد بالهجوم الإيراني على السفينة والذي نفذ بمسيرة، واصفا إياه بالانتهاك الصارخ لمذكرة التفاهم بين البلدين. كما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المزيد من السفن تسعى للحصول على التصاريح من إيران لعبور مضيق هرمز، وذلك بعد أن واجهت السفن غير المصرح لها طلقات تحذيرية. وأشار التلفزيون الإيراني إلى أنه على جميع السفن التواصل والتنسيق مع بحرية الحرس الثوري للدخول أو الخروج من مضيق هرمز، مضيفا أن التعليمات الإيرانية للعبور من المضيق لا تزال مفروضة. كما حذر من أن بحرية الحرس الثوري ستتعامل بحزم مع السفن التي تسلك مسارات غير التي حددتها طهران. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة النبطية جنوب لبنان اليوم السبت. ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في غارة جوية في جنوب لبنان، بينما أفادت الأنباء بأن مناطق في جنوب لبنان شهدت تصعيدا من جانب الاحتلال من خلال توغله تجاه بلدة كفر شوبة مع تنفيذ عمليات تمشيط بالأسلحة المتوسطة والثقيلة. أكد أمين عام حزب الله اللبناني نعيم قاسم أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح جماعته يتخطى الخطوط الحمراء. وحث الحكومة اللبنانية على التخلي عن الاتفاق الإطاري الذي وقع مؤخرا بين لبنان ودول الاحتلال، ومعتبرا أن هذا الاتفاق منعدم الوجود. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت قد اعتبر الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان بداية لمسار نحو السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعتبرا أنه سيفتح الطريق للسلام على المدى البعيد، كما سيعيد السيادة للدولة اللبنانية والأمن لإسرائيل. كانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا اتفاقا إطاريا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد 5 جولات من المحادثات بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله. ووقعت على الاتفاق السفيرة اللبنانية ندى معوض ونظيرها الإسرائيلي يحنيل ليتر في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن. في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تشهد الخارطة الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط تحولا بارزا مع توقيع إسرائيل ولبنان اتفاقا إطاريا برعاية أمريكية بهدف إنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله. السفيرة اللبنانية ونظيرها الإسرائيلي وقعا الوثيقة الثلاثية مع الولايات المتحدة في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن. الاتفاق جاء بعد 5 جولات من المحادثات بدأت في إبريل الماضي. ورغم الاتفاق، شددت إسرائيل على أنها تعتزم الانسحاب من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما لم يتم نزع سلاح حزب الله. وفي تصريحات تزامنت مع توقيع الاتفاق، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب ستتيح للجيش اللبناني السيطرة على منطقتين تجريبيتين، إحداهما تقع بالكامل خارج المنطقة الأمنية وجنوب نهر الليطاني، في حين أن الثانية هي شمال نهر الليطاني. لكنه أكد أنه لن يسمح للمدنيين اللبنانيين
اللبنانيين الذين نزحوا من المنطقة الأمنية التي أقامتها إسرائيل في جنوب لبنان بالعودة إلى ديارهم. بدوره اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الإطاري بمثابة خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته، فيما حذر حزب الله من أن فرضه لن يكون ممكنا سوى من خلال حرب أهلية. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق الإطاري سيمكن إسرائيل من العودة إلى حدودها بمجرد زوال التهديد التي تواجهه، وأضاف أن الولايات المتحدة ستخصص موارد كبيرة منها 100 مليون دولار مساعدة إنسانية فورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرا إلى استعداد وزارة الحرب الأمريكية لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني بموجب الصلاحيات والاعتمادات الحالية. وبين تفاؤل حذر تبديه بيروت باعتبار الاتفاق خطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال، وبين الشروط الصارمة التي يفرضها نتنياهو بربط انسحاب قواته بنزع سلاح حزب الله واختبار سيطرة الجيش اللبناني على منطقتين تجريبيتين، تظل الأيام المقبلة هي المحك الحقيقي لصلابة هذا الاتفاق الإطاري، ويبقى الطريق نحو استكمال مسار السلام لا يزال محفوفا بالتحديات، كما يبقى التوقيع في واشنطن ليس سوى بداية لمعركة تثبيت الوقائع على الأرض. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش سيجري قريبا عمليات تبديل بين الألوية المنتشرة في قطاع غزة وجنوب لبنان، وأشارت إلى أن الجيش سيقلص عدد قواته جنوبي لبنان وسيسحب جزءا من الألوية المقاتلة ويعيد رفع جاهزيتها. على الجانب الآخر بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسائل إلى بابا الفاتيكان البابا ليو ال14 وإلى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وعدد من القادة، وضعهم خلالها في صورة الأوضاع الخطيرة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وانتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية، خاصة بما تقوم به بلدية القدس الإسرائيلية من إجراءات تخالف القانون الدولي ضد الكنائس والمؤسسات الكنسية في القدس الشرقية المحتلة. حذر عباس من خطورة هذا الإجراءات، ومؤكدا أنها ستشكل انتهاكا صارخا غير مسبوق للوضع القانوني والتاريخي القائم واستهدافا مباشرا للوجود المسيحي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة. قالت مصادر مطلعة إن إسرائيل وضعت شروطا جديدة في ردها على ورقة مجلس السلام، إذ رفضت مشاركة أي موظف مدني أو أمني من حركة حماس في المؤسسات الحكومية، وهو ما اعتبرته الحركة إعادة الأمور إلى نقطة الصفر. كما أضافت إسرائيل شروطا جديدة في البند الثامن المتعلق بملف السلاح، حيث اشترطت نزع وتسليم كافة أنواع السلاح، وطلبت تولي قوة الاستقرار الدولية وليس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو السلطة الفلسطينية لإدارة هذا الملف. وكانت الورقة المعدلة تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية في الحكومة التي تديرها حماس في المؤسسات الحكومية القادمة. هذا وتواصل قوة الاحتلال انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع تحركات ميدانية للآلية العسكرية وتوغل محدود شمالي غزة. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال استهدفت مركبة قرب مدخل مخيم المغازي وسط القطاع. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة إن القطاع يعاني من نقص المعدات اللازمة لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، وطلب المجتمع الدولي بإدخال معدات ثقيلة لإتمام عمليات انتشال الجثامين. أكدت الخارجية الروسية أن عددا متزايدا من الدول بات يدرك عدم قبول العقوبات الغربية أحادية الجانب المفروضة على روسيا. وقال مسؤول بالخارجية الروسية إن مسألة العقوبات الغربية غير مقبولة، وهناك الكثير من الناس يدركون هذا الأمر، ويتكرر الحديث عنه بشكل متزايد في النقاشات العامة والسياسات بمختلف البلدان، بما يساهم في إيجاد آليات لتعاون بديلة. كما أوضح أن روسيا تؤكد عدم قبول العقوبات أحادية الجانب عبر منصات دولية مثل البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون والأمم المتحدة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على إحدى البلدات التابعة لمقاطعة ديمبرو بتروفسك، كما حققت تقدما ملحوظا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر هائلة في الأرواح والعتاد. وإلى ذلك وجهت القوات الروسية ضربة لمنشآت نطاق أوكرانية بطائرة مسيرة من طراز جريان، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المصانع والمنشآت التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية في منطقة سومي. ومن جهة أخرى أفاد جهاز الأمن الروسي بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر كبيرة في مقاطعة سومي. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن صواريخ فلامينكو أوكرانيا الصنع أصابت مصنعا لإنتاج أنظمة المدفعية ومكونات لأنظمة لإطلاق الصواريخ في منطقة فولغراد الروسية. وأضاف أن الضربات تسببت في اندلاع حريق داخل مباني مصنع تيتان بيركادي. كما أعلنت كوريا الجنوبية أن دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي دفعها إلى إرسال مقاتلات إلى الأجواء على سبيل الاحتراز. وأفادت الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان في سول أن الجيش الكوري الجنوبي رصد الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها المنطقة، ونشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو استعدادا لأي طارئ. وأوضح البيان أن الطائرات الصينية والروسية لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية. في المقابل أيضا أوضحت الصين وروسيا أن تلك الطلعات كانت ضمن دورية مشتركة فوق بحر الشرق وغرب المحيط الهادي. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضرب فنزويلا الأربعاء الماضي وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وأعلنت الأمم المتحدة أنه جاري نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في عمليات البحث عن ناجين. وأكدت واشنطن أنها قد أعلنت في وقت سابق عن وصول فرقة عسكرية أمريكية أولى إلى كاراكاس. إلى الأخبار المحلية، حيث أشاد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بجهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء في تنفيذ القوافل الطبية بمختلف محافظات الجمهورية بما تقدمه من خدمات علاجية متكاملة، مثمنا التعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني. استعرض رئيس مجلس الوزراء تقريرا حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة بالتعاون والتنسيق مع مؤسسة بنك الشفاء المصري بمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وخلال الفترة من 24 إلى 25 من يونيو الجاري، وذلك في إطار جهود اللجنة لتوفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا. استضافت وزارة الداخلية الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي الأفرو-يول بمشاركة ممثلي 50 دولة إفريقية وعدد من المنظمات الدولية لمناقشة سبل مواجهة الجريمة السيبرانية وأساليب استخلاص الأدلة الجنائية الرقمية. استضافت مصر الاجتماع السابع لرؤساء مكاتب الاتصال الوطنية بالتعاون مع مسؤولي آلية الاتحاد الأفريقي للتعاون الشرطي الأفريبول، وبمشاركة 50 دولة وعدد من المنظمات الدولية. على مدار 3 أيام استعرض الاجتماع الوضع الراهن للجرائم السيبرانية وتبادل الخبرات في هذا المجال في ظل التطور الكبير والمتسارع في التكنولوجيا. وتطرق الاجتماع إلى تقنيات التزييف والمعلومات المضللة والتلاعب الرقمي، مع استعراض لعدد من التجارب الوطنية في مواجهتها، وكذا استراتيجيات الأفريبول في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. الهدف من هذا التنظيم رفع قدرات المشاركين في مجال
مكافحة الجريمة الصبرانية من الجانب المفاهيمي، الجانب التنسيقي والتعاون، سواء إفريقيا أو مع شركائنا الدوليين. Vous savez que chaque pays en Afrique fait face avec l'évolution de la technologie, fait face à la montée des cybercriminalités. The Ministry of Interior here has been able to bring us together in a conducive environment. They have given us opportunity to be able to share experience with each other. The workshop will be able to enhance our capacity as national liaison officers. Even when we get back home, we need also to cascade that information to those that are handling this matter so that we improve efficiency and collaboration. تضمنت برامج الاجتماع زيارة ميدانية لأكاديميات الشرطة لمشاهدة كياناتها التدريبية والتعليمية التي تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية وفقا لبرامج تدريبية متطورة تراعي المعايير الدولية في إعداد رجال الشرطة لمواجهة كافة المستجدات الأمنية. أشاد المشاركون بالمستوى التعليمي والتدريبي للأكاديمية وما تملك من إمكانيات وميادين تدريبية تحاكي متطلبات العمل الأمني الميداني لإعداد رجل شرطة مؤهل علميا وعمليا وبدنيا. هذه الكلية مفخرة لكافة العرب وللقارة الإفريقية بصفة عامة، فشكرا لمصر الحبيبة والشقيقة على هذا الإنجاز والمجهودات الكبيرة التي تبذلها لتطوير التعاون الأمني العربي. I'm impressed with the Police Academy for Egypt Police, and I wish most African countries can adopt this model where we have all the departments into one building for easy collaboration. The academy, it is exceptional. What we have seen, it is something that we will learn and we will take back to our countries, at least to tell our police forces on how Cairo has gone far. تحرص وزارة الداخلية على تبادل الخبرات الأمنية مع الدول الصديقة والشقيقة حرصا منها على تحقيق الأمن والاستقرار لأشقائها. وإلى أخبار الاقتصاد، حيث وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الساعة وخلال الإجازات والعطلات الرسمية لتلبية احتياجات المزارعين وتسهيل الإجراءات عليهم. أعلن وزير النقل كامل الوزير بدء تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة بمدينة نصر حتى محطة المشير طنطاوي، مع استمرار تقديم خصم يتراوح ما بين 50% من قيمة التذكرة لخط المونوريل الممتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا وأيام العطلات الرسمية. في خطوة جديدة نحو استكمال منظومة النقل الذكي في مصر، وفي مفاجأة سارة لجمهور المواطنين، بدأ اليوم التشغيل الرسمي للمرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب، بما يتيح تشغيل الخط لأول مرة من مدينة نصر بمحطة استاد القاهرة حتى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتضم المرحلة الجديدة 6 محطات، ليتم بذلك تشغيل مونوريل شرق النيل بالكامل لأول مرة بعدد 22 محطة، وذلك بدءا من الساعة 6 صباحا. أهلا بحضرتكم من جديد. توجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الساعة وخلال الأجازات والعطلات الرسمية لتلبية احتياجات المزارعين وتسهيل الإجراءات عليهم.
أرقام قياسية وغير مسبوقة في تاريخ وزارة الزراعة حققتها منظومة صرف الأسمدة الزراعية المدعمة للفلاحين. فبحسب الأرقام الصادرة مؤخرا فإن الحد الأقصى للصرف اليومي ارتفع من 300 ألف شكارة كأعلى معدل سابق ليصل إلى 420 ألف شكارة يتم توزيعها في يوم واحد. ولضمان استقرار المنظومة بالكامل أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق توجيهات حاسمة وملزمة لجميع مديريات الزراعة بجميع المحافظات بالعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لاستمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، مع التأكيد على عدم تعطل الصرف نهائيا خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية على مدار الأسبوع، بما يعمل على طمأنة المزارعين وتلبية احتياجاتهم وتسهيل الإجراءات عليهم. وزير الزراعة شدد على حظر ربط عمليات صرف الأسمدة المدعومة بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض أي تكاليف إضافية خارج القواعد القانونية المنظمة، مؤكدا أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع لا يجوز تقييده أو اشتراطه بأي تعاملات تجارية أخرى. ووجه قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والإدارة المركزية لشؤون المديريات بالمتابعة اللحظية والوقوف بقوة في وجه أي مخالفات تشوب عمليات التوزيع. فوفقا للقواعد والضوابط المعلنة ولضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع التلاعب أو الهدر في الحصص المقررة، تتم عمليات الصرف والتشغيل بشكل دقيق تحت مظلة منظومة الحوكمة الرقمية ومن خلال كارت الفلاح. إجراءات متعددة وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتفعيلها، متضمنة تكثيف عمل غرف العمليات المركزية بالوزارة وربطها مباشرة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات والإدارات الزراعية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة حركة الشحن والصرف أولا بأول ورصد أي تكدسات أو مشكلات فنية داخل الجمعيات، مع التدخل الفوري لرفع المعاناة عن كاهل المزارعين وإزالة أي معوقات تواجه المنظومة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. وإلى أخبار المونديال، حيث تأهل المنتخب الوطني لدور 32 في كأس العالم لكرة القدم بعد تعادله المثير مع المنتخب الإيراني بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة سياتل الأمريكية، وفي إطار الجولة الثالثة من المجموعة السابعة للبطولة. أنهى منتخب مصر دور المجموعات للمونديال في المركز الثاني للمجموعة برصيد 5 نقاط، فيما خطف منتخب بلجيكا الصدارة بعد فوزه على نيوزيلندا بنتيجة 5-1. من المقرر أن يلعب منتخب مصر في دور 32 مع منتخب أستراليا الذي صعد بعد حصوله على المركز الثاني في المجموعة الرابعة. بين ضغوط المنافسة وطموحات الملايين، أثبت منتخبنا الوطني أن الكبار لا يقاسون بعدد الأهداف بل بقدرتهم على حسم اللحظات الفارقة. تعادل بطعم الانتصار حققه الفراعنة أمام إيران، لكنه في الحقيقة كان خطوة تاريخية حملت الفراعنة إلى دور 32 من كأس العالم 2026 وفتحت صفحة جديدة في سجل الكرة المصرية. الفراعنة انتزعوا تعادلا ثمينا أمام إيران بهدف لكل فريق بختام منافسات المجموعة السابعة بالمونديال، ليحجز منتخب مصر مقعده في دور 32 للمرة الأولى في تاريخه بعد أداء اتسم بالقوة أمام منافس لعب بكل أوراقه حتى اللحظات الأخيرة. البداية جاءت مثالية للفراعنة عندما افتتح محمود صابر تسجيلا مبكرا في الدقيقة 5 مانحا المنتخب الوطني أفضلية سريعة قبل أن يدرك رامين التعادل لإيران في الدقيقة 14 لتتحول المباراة بعدها إلى صراع مفتوح فرض خلاله أبناء مصر شخصية قوية ونجحوا في الحفاظ على النتيجة رغم ضغط منتخب إيران حتى صفارة النهاية.
هذا التعادل رفع رصيد منتخبنا الوطني إلى 4 نقاط لينهي دور المجموعات في المركز الثاني خلف بلجيكا في إنجاز تاريخي غير مسبوق يعكس تطور أداء الفراعنة وقدرتهم على منافسة كبار كرة القدم على الساحة العالمية. اليوم لا تقاس قيمة التعادل بعدد الأهداف بل بما حققه الفراعنة من إنجاز، فما زال المنتخب الوطني يسطر صفحة جديدة في تاريخ مشاركتهم في المونديال، وحول أحلام الجماهير إلى واقع، فيما تتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المقبلة للفراعنة أمام أستراليا في الدور المقبل، حيث يبدأ فصل جديد من رحلة منتخبنا الوطني في كأس العالم. وفي تصريحات للمدير الفني لمنتخب مصر كابتن حسام حسن أكد أن الإصابة هي السبب وراء استبدال نجم المنتخب محمد صلاح خلال مباراة إيران. أوضح حسام حسن في تصريحاته عقب اللقاء أن صلاح طلب التغيير في الشوط الثاني بسبب شعوره بالآلام العضلية، وأن الجهاز الفني فضل استبداله وعدم المخاطرة به. وتقدم حسام حسن للشعب المصري بالتهنئة للتأهل للدور 32 في المونديال، ومؤكدا أن المنتخب قدم مباراة جيدة أمام إيران وسيطر على اللقاء. إرادة، صبر، تعب، روح فريق، أمل وطن، و120 مليون بيحلموا بمصر. كأس العالم 2026 مشوار مليان بالتحديات، لكن عندنا رجالة وارثين الروح من جدودهم إن مفيش مستحيل. كأس العالم 2026 فريق بيصنع مجد، كلنا وراه، كلنا معاه. وعقب المباراة عبر المصريون عن سعادتهم الغامرة بتأهل المنتخب الوطني لدور 32 متمنيين للاعبين التوفيق في مشوار المونديال. فرحة كبيرة كست وجوه المصريين بعد تأهل تاريخي للفراعنة، واحتفالات في كل ربوع مصر والوطن العربي عقب نهاية مباراة مصر وإيران بالتعادل الإيجابي. الحمد لله لأول مرة نصعد في دور 32، والحمد لله احنا بنشكر الكابتن حسام حسن وبنشكر ربنا، احنا بنلعب ونصنا متصابين. الحمد لله عملنا اداء كويس جدا ومشرف بالنسبه اللي احنا بقالنا سنين طويله جدا نفسنا نفرح في كاس العالم. ربنا عوضنا السنه دي. محمد صلاح رافع راسنا، كابتن حسام حسن رافع راسنا، لعيبه المنتخب كلها رجاله، احنا كلنا ورا المنتخب، مفيش انتماءات ولا الانديه ولا الاهلي ولا الزمالك، محدش يزعل من اي حاجه. الحمد لله كل اللعيبه بتأدي اللي عليها لغايه اخر لحظه بمنتهى الرجوله. فتوح بيتصاب وبنلعب ناقصين، واللعيبه كلها في منتهى الرجوله. مصطفى شوبير ما شاء الله ربنا يحرسه. بنقول مبروك لمصر كلها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونفرح بزياده على التأهل مع استراليا باذن الله. مليون مبروك للشعب المصري كله وكابتن حسام حسن والناس الطيبه الحلوه ديت اللي ربنا كرمنا وفرحنا النهارده. تعادل أمن لمصر وصافة المجموعة السابعة، فرغم الإصابات التي ضربت صفوف المنتخب المصري والتبديلات الاضطرارية للكابتن حسام حسن، إلا أن اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية. انا اقول الفرحه بتاعتنا للشعب المصري كله، والفرحه بعد الاصابات اللي احنا شفناها كلها، والشعب المصري وفرحه الشعب المصري باللاعيبه بالكفاءه بتاعتها بعد الاصابات دي كلها. احنا الحمد لله قادرين على كل حاجه نعملها بشعب المصري، بجهود الشعب المصري وجمهوريه مصر العربيه، ونهني الشعب المصري بالفوز. النهارده احنا كل شعب مصر فرحان النهارده عشان خاطر فرحنا ومتعنا اصلا حسام حسن بالتشكيل الجميل اللي هو عامله، ونقول لمصر الف الف مبروك ومن مزيد من الانتصارات، وبرضه ان شاء الله ربنا يسهل ويكلل تعبنا، وان شاء الله كلها مصر فرحانه النهارده بحسام حسن. اقول احنا ربنا كرمنا، الشعب كله، الناس هنا موته نفسها زي ما انت شايف. كابتن حسام ربنا هيكرمه، من راجل مصري وراجل فاهم وهو بيعمل ايه. راح كاس العالم هو لعيب، وربنا كرمه وراح كاس العالم وهو مدرب، فربنا اكيد هيكرمنا، وان شاء الله احنا هنوصل لابعد ما تتخيل. والله الحمد لله كابتن، تأهل من وقت كبير، اول مره نتأهل والحمد لله على المكسب.
صعد برضو تاني بعد منتخب بلجيكا معاك اول، انت منتخب كويس برضو، صعدت تاني ان شاء الله. بالتوفيق الماتش الجاي ماتش استراليا ان شاء الله نعمل اداء كويس. 5 نقاط من فوز وتعادلين و5 أهداف للفراعنة في الدور الأول يؤكدون أن رجال مصر جاءوا لكأس العالم لكتابة التاريخ. بفارق الأهداف ودون هزيمة المنتخب المصري يصعد لدور 32 في وصافة المجموعة السابعة ويستعد لملاقاة المنتخب الأسترالي المباراة القادمة، والشعب المصري كله أمل في تكرار الإنجاز والفرحة. محمد محمود للتلفزيون المصري. عمت فرحة كبيرة لأبناء الجاليات المصرية في الخارج عقب التعادل التاريخي لمنتخب مصر في مباراته أمام إيران والتأهل للدور 32. يأتي هذا فيما أكد عدد كبير من متابعي المباراة في الداخل ثقتهم في تحقيق المنتخب الوطني لنتائج أفضل في المباريات المقبلة. ليس مجرد هدف في مشوار المونديال، بل هو صفحة جديدة تكتب بمداد من الذهب في كتاب التاريخ. هنا حيث لا تعترف كرة القدم بجغرافيا أو مسافات، كان الاسم واحدا والهتاف واحدا. مصر في دور 32 لأول مرة في التاريخ. والله العظيم لو حد كان يقول لي ان كمية المصريين اللي في أمريكا اللي جايين يشجعوا منتخبهم قد كده ما كانش حد ممكن يصدق. ومن شوارع أمريكا حيث تصاعدت هتافات الجالية المصرية إلى قلب العواصم العربية التي تزينت بقمصان الفراعنة، كانت الفرحة مضاعفة وتحولت المقاهي والساحات لمدرجات حية. تأهل مصر للدور 32 على منتخب إيران، وإن شاء الله الفوز على استراليا 4-1 5-1. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر من البحرين. تستاهلوا كله خير يا رجاله، فرحتونا، ربنا ما يحرمنا منكم وما يحرمنا من الفرحه ابدا واحنا نستاهلها. 1 2 3 تعادل بطعم المجد أمام إيران لم يكن مجرد عبور عابر، بل إعلان رسمي عن فك العقدة التاريخية والتأهل الذي طال انتظاره. الجالية المصرية بالخارج لم تحتفل بنقطة التعادل، بل احتفلت بميلاد فجر جديد للكرة المصرية عالميا. ومن هتافات المصريين في الخارج نعود سريعا إلى مركز الأرض، إلى الداخل الملتهب شغفا وفرحا. هنا في شوارع القاهرة والمحافظات لم تنم العيون ولن تنام، من المقاهي الشعبية التي تلاحمت فيها الأجساد والقلوب إلى الميادين الكبرى التي اهتزت تحت أقدام الملايين في ليلة ستبقى محفورة في ذاكرة الأجيال. الحمد لله ان احنا تأهلنا، ومركز ثاني مش وحش، كويس الحمد لله، بس كان نفسنا نتأهل مركز اول. حرفيا احنا هنعدي ادوار عاليه جدا جدا جدا، هنوصل لمرحله بعيده والله. منتخب دايس قوي بجد، لحد يعني كان اداء كويس جدا بصراحه يعني. هدف واحد في المستطيل الأخضر فجر بركانا من الفرحة في الداخل والخارج، وكتب فصلا غير مسبوق في تاريخ الكرة المصرية. تأهل تاريخي يؤكد مجددا أن مصر عندما تلعب يتحدث العالم بلغة الضاد وينبض الكون بقلب رجل واحد. شريف رضوان للتلفزيون المصري. وفي المجموعة السابعة أيضا تأهل منتخب بلجيكا لدور 32 بكأس العالم وبفوزه الكاسح على منتخب نيوزيلندا ب5 أهداف مقابل هدف. سيطر منتخب بلجيكا بشكل كبير على المباراة ورفع رصيده إلى 5 نقاط، واقتنص صدارة المجموعة من منتخب مصر بفارق الأهداف فقط. وكان منتخب بلجيكا تعادل في الجولة الأولى أمام منتخب مصر بهدف لكل منهما، وتعادل سلبيا في الجولة الثانية أمام إيران، بينما ودع منتخب نيوزيلندا المونديال بعد أن تذيل المجموعة بنقطة واحدة. تغلب منتخب السنغال على العراق ب5 أهداف دون رد ليحيي أماله في التأهل لدور 2030 من المونديال، لتتحقق أو تحقق السنغال بهذه النتيجة أول 3 نقاط في كأس العالم بعد الخسارة أمام فرنسا والنرويج، بينما ودع العراق البطولة بعد 3 هزائم متتالية واحتلال المركز الأخير بالمجموعة التاسعة. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. البرلمان العربي يؤكد ضرورة العمل المشترك لتوحيد المواقف تجاه قضايا المنطقة والسيادة الرقمية العربية كركيزة للأمن القومي العربي.
المنتخب الوطني يتأهل للدور 32 من مونديال 2026 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم. يمكنكم متابعة البث الحي نشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني masfiro.eg. إلى اللقاء.